وأقسم بالله العظيم على صدقها. إحنا كعلماء رحنا جلسنا مع الرئيس وبنشتكي من الاعتداء على الشريعة. تمام. قال أنا ماليش دعوة بالتأسيسية، ماليش دعوة بالدستور، أنا مستفيد من الدستور فلا أتدخل فيه، محدش يكلمني في التأسيسية، أنتوا أحرار فيها. الدستور اللي الشعب هيوافق عليه أنا خادم لهذا الدستور. ده كلام الرئيس. ده كلام كويس قوي يا أستاذ. الدستور حضرتك إحنا في مرحلة انتقالية. تمام. ورئيس جاء في هذه المرحلة له أن يدير الدولة، له أن يدير الدولة بما يرى أنه يخرجنا من هذه المرحلة ويوصلنا. وهذه المرحلة الانتقالية تنتهي بالآتي: برئيس منتخب، ودستور وافق عليه الشعب، وبرلمان انتخب. إذا تمت الثلاث عناصر انتهت المرحلة الانتقالية. إذا أصبحت مرحلة، بقيت مرحلة من هذه المراحل غير موجودة، ما زلنا في المرحلة طب يعني حضرتك تقصد أن بعد اكتمال المسألة، احنا الآن لدينا رئيس منتخب وسيتم عمل دستور ثم انتخاب برلمان، في هذه الحالة يعاد انتخاب رئيس؟ الجمعية التأسيسية اللي موجودة ال100 واحد دول اللي المفروض ان هم من عقلاء الدولة، لا أنا ولا الأستاذ منتصر ولا الأستاذ محمد ولا الأستاذ عبد الحليم لنا فرض رأي عليهم، احنا نقول رأينا وخلاص. تمام. طب ممكن ليه؟ انتهى وقت البرنامج. عايزين برقيا يعني سوف جملة. اكمل اكمل جملتي يا استاذ عبد الحليم. لا لو سمحت، لو سمحت ليس من حقك ان تتكلم. مش من حقك مش هديك فرصه واشوش عليك. وانت مش من حقك تتكلم في الشريعه لان انت ما بتفهمش في الشريعه. انت بتفهم في الشريعه للاسف الشديد. حاولنا بقدر الامكان ان يكون هناك نوع من التوافق، لكن كما نرى الاختلافات شديدة جدا في وجهات النظر بين الدكتور عبد الحليم قنديل وبين الدكتور صفوت حجازي، الأستاذ منتصر الزيات، دكتور محمد حمودة. يعني تمام. أنا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأرجو أن نخرج أصدقاء من فضلكم. يعني أنا أشكركم جميعا وأرجو أن نخرج. انتهى الوقت فعلا، سوف يتم القطع على البرنامج. طيب من فضلك. في خلاص فهمنا من خلال دكتور، فهمنا. وصل تمام. الرئيس ليس إلها ولا نصف إله ولا سيدنا. أنا قلت الكلام ده قبل انت ما تقول. قبل ما تقول رئيس منتخب وبالطريقة لكل المصريين. دكتور صفوت سوف يذهب به. تمام. انتخاب أي تصور خارج ذلك معناه تصوير البلد كعجل تمام أو كغنيمة لجماعة. وصلت الرسالة. ولن يسمح به. وصلت الرسالة كما دكتور. لن يسمح بفصل سيناء عن مصر. سوف يتم قطع البرنامج. شكرا دكتور. كلمة أخيرة قالها المفكر الإسلامي خالد محمد خالد سنة 84 ردا على قول أشاره الرئيس السابق حسني مبارك عندما قال البديل في علم الغيب ولكنه مخيف مهددا. قال يا سيادة الرئيس إما أن نعيش معا في ظل الديمقراطية أو نموت جميعا دفاعا. ممتاز. كلمة واحدة يا دكتور صفوت. الديمقراطية تقول أن هناك دستور يستفتى عليه الشعب وكل فصيل يقيس قوته عند الشعب. الدستور اللي هيطلع ده اللي مش عاجبني ولا عاجب الاستاذ عبد الحليم مصدر السلطات، وهو الذي سوف يحكم في النهاية. الكرة الآن في ملعب كل الشعب المصري لكي يشارك في هذا الحوار السياسي الذي أتمنى أن يقودنا إلى وحدة وطنية من أجل أن تكون مصر دولة مستقلة حرة ديمقراطية مدنية فيها سلام بين كل الأطياف، الإخوان والسلفيين والليبراليين وكل طوائف المجتمع. أتمنى. أشكركم. وكلم مصر وافتح قلبك. الخميس القادم لا ينتهي الجدل. أحييكم وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.